وخلينا نقول الروشتة بتاعتنا ونبتدي في الحلقة الثانية من بودكاست ابدأي. والنهاردة احنا هنتكلم عن النفسية وعن كيفية تحقيق الأحلام والأهداف والوصول للأهداف بتاعتنا، وده من خلال كتاب نظرية الفستق للكاتب فهد الأحمدي. وخلينا نبتدي البودكاست. النهاردة أنا محتاجة أمشي على 4 خطوات بس هتساعدني إن أنا أوصل للهدف بتاعي. بس قبل ما أقولك الخطوات خليني أقولك قصة بسيطة جدا جدا ولكنها تحمل الكثير من المعاني الصادمة الحقيقة، واللي بيسردها الكاتب المؤلف لنظرية الفستق، واللي سمي الكتاب بالاسم ده عشانها. والقصة بتقول إن في ولد باباه اداله فلوس وقال له اشتري لي فستق، وابنه سمع الكلام وراح فعلا يشتري له الطلب بتاعه. بس وهو بيشتريه خبطته عن عربية، ولكن الحمد لله جت سليم وما حصلوش حاجة. لكن الولد مسك في السواق واتخانق معاه وقعد يضرب فيه في السواق لحد ما انتهى الأمر بأن راس السواق ارتطمت في الرصيف ودخل في غيبوبة طويلة وبعدين مات. وده اللي تسبب في ان الولد ده دخل السجن عشان اتعدى بالضرب على غيره، وبل ضرب ادى الى موت الرجل. بعد مدة افرجوا عنه، ولكن التحقيقات اكتشفت ان هو ولان التحقيقات اكتشفت انه قتل غير متعمد. بس الاحداث اتغيرت تماما لما اكتشفوا بعد كده ان الراجل ده اللي هو السواق لما مات كان عنده طفل رضيع، والطفل رجع تاني الأحداث على أمل إن الطفل ده لما يكبر يقرر إنه يتنازل عن حق باباه أو لا. وده اللي هيؤدي لضياع أحلام وعمر الابن في السجن، والسبب خروجه من البيت يشتري الفستق لوالده. وهنا سبب تسمية كتاب نظرية الفستق، وهي قصة خيالية من خيال الكاتب ولكنها تحمل كثير من المعاني اللي احنا محتاجين نقف ونفكر فيها ونحللها، واللي هيساعدنا في الهدف بتاعنا من الحلقة دي النهاردة. وخلينا نقول النقط اللي احنا نطلع منها في القصة الغريبة دي، هي اننا المرونة مهمة جدا في الأوقات الصعبة وفي الوصول لأهدافنا. لو كان الولد ما انفعلش على السواق ما كانش هيضيع عمره في السجن. تاني حاجة، أنا بالنسبة لي ممكن نكون بنعيش وبنضيع وقتنا وبنحقق حلم مش حلمنا، وده بيحصل كتير جدا جدا وبنسمعه كتير جدا، ان احنا بعض الناس او حتى ممكن حتى احنا ببعض المراحل من حياتنا ان احنا نكون عشنا او ضيعنا عمرنا عشان نحقق حلم الاب او الام، وده مش صح. احنا بنعيش عشان نحقق حلمنا احنا ونعيش عشان شغفنا احنا نسعد الاخرين بس مش على حساب نفسنا. تالت نقطة انا الحقيقة برضو من ضمن الدروس المستفادة، إن وارد يحصل إن خلال رحلتك يكون في معوقات أو تحديات تظهر لك غير متوقعة بالمرة في خلال الوصول لأهدافنا، ولكن طريقة تفكيرنا فيها هتكون إزاي قدام الفشل، قدام المحنة، قدام المشكلة، قدام الابتلاء، قدام اختبار ربنا. الأفكار وطريقة تفكيري وديناميكية عقلي للنظرة للمشكلة والمحنة اللي بتواجهني هي اللي بتساعدني أطلع أو إن أنا أبقى أكتر في اللي أنا فيه. وهو ده اللي بيخليني أفكر في إنها مرحلة أو تجربة فشل اتعلمت منها إيه وهاخد بالي منها في المشروع الجاي، فأنا كده اتعلمت وده رصيد خبرة. أو إني أبص أصلا المحصلة 0، قوم يا بنت شغالي مسلسل تركي وننام على السرير آكل لب وفشار، أخدر الألم والفشل اللي أنا حسيت بيه في مشروعي أو في شغلي أو في الوصول لأهدافي. طيب، محتاجة إن أنا أجيب قهوة أو كوباية شاي، وتعالوا نقول أنا محتاجة أعمل الحل إيه علشان أوصل لأهدافي ما تعرضش
للمشكلة دي. ورقة وقلم وتعالي اكتبي ورايا 4 أسئلة اسأليهم بنفسك. أول سؤال من خلال كتاب ومؤلف كتاب نظرية الفوزدوك: إيه خطتي في الحياة؟ لازم يكون جدا عندي خطة عمل واضحة ومكتوبة على ورق مش في دماغي، لأن اللي على ورق سهل جدا جدا نتذكره ونرجع ليه، وده عن تجربة. لكن الحاجة يا جماعة طول ما هي بتكون في الدماغ مش دايما هقدر افتكر الخطة كانت ايه او الفكرة كانت ايه او الطريقة كانت ايه. حتى لو يعني هتلاقوها في الوصفات، او حتى لما بتيجي، حتى لو ده وصفة يعني اكلة، لو انت بتعمليها مرة وجات معاكي صدفة حلوة، لو انا ما روحتش كتبت الطريقة نفسها على طول مكونات، انا خلاص بعديها بشهر، بعديها بشهرين، بعديها ب3 حد طلب مني نفس الوصفة دي، استحالة تطلع بنفس اول مرة اللي انا طلعتها بيها، علشان خاطر انا ما كتبتش الخطوات والمكونات والطريقة والحاجات البروسيس اللي انا مشيت عليها عشان اطلع الوصفة دي. نفس الكلام في مشروعنا، لو انا النهاردة عملت حاجة ونجحت اكتبيها، لو انا النهارده عايزه اوصل لاهداف معينه اكتبها، علشان ده بيسهل لي اكتر ان انا اوصل ليها. لكن حياه بدون خطه ده ما بيوصلش لحاجه. لو حتى نبص مثلا طياره، تخيلوا لو طياره طالعه هي مش عارفه فين وجهتها، هل هتعرف تنزل في مكان معين؟ هل مسموح لها اصلا تنزل في اي مكان معين؟ بغض النظر لو حتى لا قدر الله، بس الا في حاله واحده، لو هي في حاله طوارئ او في حاله حادثه، ان هي تهبط في مكان معين. لكن لو طياره، اتوبيس، اي وسيله احنا لازم بنركبها، لازم نكون عارفين السواق رايح فين، رايح في اتجاهنا ولا لا. فانا بالتالي بركب معايا عشان ده رايح نفس الوجهه اللي انا رايحاها، في خطه، في هدف انا رايحه له. فده اللي بيساعدني ان انا اوصل اسرع. لكن انا بشتغل بدون خطه واضحه، بتكون النتيجه ان المحصله بتكون حاجات ملهاش علاقه ببعض، مفيش حاجه ممسوكه، مفيش حاجه قيمه طالعه، مفيش اوتبوت عليه القيمه طالع، وبكون النتيجه ان انا عايشه وانا مش عارفه اذا كنت ماشيه. فخليني اقول اللي برضو اجابه السؤال الاولاني بتاعت خطتك في الحياه هيساعدك فيه 4 خطوات او 4 خصائص. اول حاجه لازم يكون وضوح الرؤيه، لازم يكون في وضوح في الرؤيه. طول ما انا عندي رؤيه واضحه ان انا عايزه اعمل ايه، طول ما هيكون سهل عليكي ان انت توصلي بشكل اسرع. تاني، انا النهارده لو بعمل منتجات هاند ميد عشان اسعد بيها الناس، فانا بالنسبه لي هبقى بعمل اكتر المنتجات اللي بتساعدني اكتر اوصل للهدف بتاعي ده. لو انا النهارده بدات بزنس مثلا هاند ميد، فعشان مثلا احيي التراث، فهيبقى خلاص الكونسبت بتاعي والاسلوب بتاعي معروف ان انا هعمل قطع اكسسوارز عشان احيي بيها التراث، فهتبقى الفاليو والخطه والبروسس بتاعتي هتبقى سهله عليا. حتى ايفن لو ما عرفتش اوصل قوي بالمنتجات بتاعتي دي ان هي تتباع، هيبقى سهل على اي منتور يشتغل معاكي ان انت خلاص هو معروف ايه رؤيتك للمشروع، خلاص وهي الرؤيه واضحه ان انت مثلا عايزه تعملي منتجات هاند ميد بتحيي التراث، فخلاص كده الرؤيه واضحه. تاني حاجه بقى المرونه، ودي احنا اتعلمناها من القصه، بس هاكد عليها تاني ان المرونه يا جماعه في المايند سيت بتاعتنا وفي طريقه تفكيرنا مهمه جدا جدا لتجاوز اي عقبه ممكن تقابلنا. يعني احنا ربنا قال لنا وخلق، بسم الله الرحمن الرحيم، في كتابه الكريم قال وخلقنا الانسان في كبد. يعني ربنا متوقع وربنا خلقنا ان هو في مشقة، في تحديات، في معوقات. ربنا ما قالناش ان دي دنيا فيها هي دي جنة، لا، الجنة هناك مش هنا. فانا متوقع طول ما انا ماشية في طريقي للسعادة، طريقي للنجاح، طريقي للمال، طريقي لتحقيق ذاتي، لتحقيق شغفي، متوقعة دايما. مش هقول متوقع الأسوأ ولا ان انا ما اتفائلش، لا خالص، مش ده هدفي. انا بقول اتفائلي وتخليكي طموحة وخليكي شايفة الهدف بتاعك وخليكي واضحة في الرؤية ان انا مثلا مش هيجيلي، مش هيظهر حفر في الطريق، مش هيظهر حاجات ممكن تشتتني.
مش هيظهر حاجات ممكن تخلي الطريق فيه معوقات. مرونة دي برضو هتفيدني في اي تغيير بيحصل في خطة العمل بتاعتي، اقدر ان انا اتعامل معاه، ولكن مش هغير في الهدف، مش هغير في وجهتي. يعني انا النهارده نزلت مثال بسيط قوي، انا النهارده نزلت من البيت، انا عايزه اركب تاكسي يوديني رود الفرج. انا النهارده نزلت ما لقيتش تكاسي خلاص هاخد، يبقى على طول انا عارفه الوجهه بتاعتي رود الفرج، مش هغير بقى الوجهه بتاعتي ان انا اروح الزمالك، مش هروح مثلا اسكندريه، لا انا نازله رود الفرج خلاص. يبقى انا النهارده ما لقيتش تكاسي، هروح مثلا راكبه ميني باص، هروح راكبه اوبر، هروح راكبه ايا كان وسيله تانية تقدر ان هي توصلني للحته دي، للوجهه اللي انا رايحاها. يبقى مش هغير الهدف نفسه ان انا هرجع وهروح وانام، لا انا هتجاوز، هيبقى عندي المايند سيت المرنه ان انا اقدر اتجاوز العقبات المحتمله. طول ما هو نيتك حاجه جميله وحاجه خير وحاجه ذو اثر يفيد الناس ويفيد البشريه، ثقي وذو رساله وذو معنى، ثقي في الله ان هو هتوصلي ليه. لكن دايما يكون عندي المرونه. تالت نقطة الاختصار، لازم يكون معانا ورقة وقلم طبعا واحنا بنكتب الحاجات دي. الاختصار المعنى ان انا اكون مكتفية بهدف رئيسي، ما يبقاش فيه تشتت هنا، يعني ان انا اركز طاقتي وجهدي في حاجة واحدة، مش يبقى اكتر من حاجة. يعني ما ابتديش اكتر من مشروع في نفس الوقت، يعني ما ابتديش من اكتر من منتج في نفس الوقت، يعني ما ابتديش حاجات ان انا مثلا اكون مركزة في اكتر من سوق او اكتر من فئة مستهدفة في نفس الوقت. لا، ركزي على الرؤيه بتاعتك. انا النهارده عايزه احيي التراث، خلاص يبقى انا مثلا وعايزه ابيع المنتجات دي لمين؟ مثلا الناس اللي هي الكلاس اي من الستات اللي هم فئه معينه، خلاص انا هوصل، يبقى هم دي خلاص وجهتي، ومعروف مين بالظبط التارجت اودينس بتاعي، مين الفئه المستهدفه، خلاص بشتغل على ده. مش هغير في نص طريقي واقول لا انا بقى عايزه احيي التراث وكمان عايزه اعمل حاجات صديقه للبيئه وهعمل حاجات اعاده تدوير ومش عارفه ايه. لا، انا كده بشتت نفسي وبشتت مجهودي وبوزع تركيزي في اكتر من حاجه. وهنا ده غلط. انا الصح ان انا دايما اركز في حاجه واحده وفي مسج واحده وفي هدف واحد وفي تارجت اودينس. حتى في التسويق برضو بنتعلم ده، حتى بنشتغل فيه مع المتدربات في البرنامج ابداي، ان انت دايما تركزي على نيش ماركت معين وتركزي على منتج معين، عشان ده هيكون اسرع في الوصول وفي النجاح، وان انت تكوني رائدة أعمال ناجحة والمشروع بتاعك يكون ناجح. رابع نقطة هنتكلم فيها ودي برضو مهمة جدا في حياتنا ومهمة في مشروعنا، إن أنا أكون متفردة. ودي دايما أنا كنت بكلمكم فيها على البيج بتاعتنا على انستجرام على ارتفالكس بسمة أبو العرب. كنت بكلمكم برضو لو تفتكروا في بداية لما كنت بكلمكم في التسويق، لازم يكون انت ايه بالظبط اللي انت متفردة فيه عن غيرك. what you are differentiates you from others. انت ايه بالظبط الحاجة اللي بتخليكي متفردة. في كتاب كده كان اسمه البقرة البنفسجية، برضو كان بيحكي نفس الحتة دي بالظبط. برضو هو الكتاب ده في التسويق، برضو كان بيتكلم ان انت ازاي تكوني متفردة. والفردة لو تخيلي لو في بقر كله ابيض في اسود وفي بقرة بنفسجية، كل الناس هتبص عليها وهتكون واضحة عن بقية الناس اللي حواليها. نفس الكلام، وهو الكتاب ده بيشرح ان الاستراتيجي نفسها ان انت ازاي تقدري توصلي لده. لكن انا هرجع تاني للكتاب بتاع نظريه وانصحكم على فكره كمان ان انتوا تقروه، لان جدا 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 مفيد في حته الماركتنج، وان انت تتعلمي ازاي برضو في المايند سيت بتاعتك وتطوري منتجاتك وازاي تطوري المشروع بتاعك ان هو يكون مختلف عن اللي حواليكي. لكن انا هرجع للكتاب في حته التفرد ده بيبقى مهم جدا جدا، علشان بيكون متعلق بتمييز الهدف بحد ذاته، وبرضه بيسهل عليكي البروسس بتاعت التنفيذ. ازاي يا بسمة الكلام ده؟ يعني انت لما تكوني متفرده ان انا النهارده انا بحيي التراث، بعمل مشروع هاند ميد عشان يحيي التراث، وانا التصميمات بتاعتي بتكون مثلا بالالوان الفلانيه وبتكون بالتراث مثلا المصري، مش التراث مثلا يعني بقى
السعودي والكويتي ومش عارفه والاوروبي، لا انا بركز مثلا اكتر على التراث مثلا المصري. زي عزه فهمي يا جماعه، يعني عزه فهمي قدرت بكل تصميماتها كلها ان هي تحيي التراث المصري. طلعت بقى التراث منه الاسلامي، طلعت منه مش عارفه حاجات بتتكلم، كولكشن بيتكلم عن القاهره وجمالها، مش عارفه ايه، بحاجات بتتكلم مثلا عن حاجات لام كلثوم، حاجات مش عارفه طلعتها اسلاميه، مش عارفه عن موسم الحج، حاجات كده. لما تخشوا عن اكتر عن في الكولكشن بتاع عزه فهمي هتلاقوا ان في حاجات يعني هي اختلفت في الخامات، لكن في الاخر الرؤيه واضحه. يعني تلاقي في ناس هي مثلا تقولي دلوقتي مثلا طب ما هي اشتغلت بالفضه واشتغلت بالدهب وكمان بتدمج ما بين الاثنين، ومش عارفه في حاجات خط عربي، طب وفي حاجات مش عارفه ايه، بس في الاخر الرؤيه واحده. الرؤيه والهويه واحده، ان هي بتحيي التراث. الخامات والفرايتيز في الخامه نفسها وشكل المنتج نفسه في الاخر هو متفرد، وفي الاخر هو مميز. خلاص، يا رب تكون الحته دي وضحت. اكتبوا لي تحت لو في اي سؤال او في حاجه مش واضحه، اكتبوا لي تحت في الكومنت. وما تنسوش طبعا تعملوا سبسكرايب للقناه. طيب، تاني خطوه وتاني سؤال انا محتاجه اسال فيه نفسي من الاربع اسئله بتوع نظريه الفستق اللي احنا هنتكلم فيها النهارده، ان انا محتاجه اعرف نفسي. يعني ايه الكلام ده؟ من أهم الحاجات من أهم أسباب فشلنا في الحياة هو جهلنا بأنفسنا، إن إحنا مش عارفين إحنا عايزين إيه، أو إيه هي قدراتي، إيه هي الحاجات اللي أنا مميزة فيها، إيه أولوياتي. دي مهمة جدا جدا، ودي من ضمن الحاجات يا جماعة. أنا عملت مشاريع كتيرة جدا. الحمد لله رب العالمين، انا من سنه او 18 سنه وانا بعمل مشاريع. واول مشروع عملته ساعدني جدا جدا، انا من ضمن الحاجات اللي انا يعني ساعدني جدا في نجاحه، ان انا كنت عارفه انا عايزه اعمل ايه، وكنت عارفه انا بالظبط امكانياتي ايه. يعني ايه؟ يعني انا كنت عارفه مثلا نفسي ان انا مبدعه جدا، انا عندي افكار كتيره حلوه، واعرف اعمل من الفسيخ شربات بالبلدي كده. انا اعرف اعمل من الحاجات اللي هي الوحشه جدا، اعرف اعمل لها اخليها ان هي تبقى ازاي جميله وشكلها مختلف، وفي نفس الوقت تبقى عمل فني كويس جدا. فعملت مشروع الحمد لله كان لي الفضل ان انا اعمل فيه لقاءات تلفزيونيه كتيره جدا في CBC، واعمل لقاءات يتكتب عني كمان في روزا اليوسف وفي اليوم السابع وفي جريدة الجمهوريه عن العمل وعن المشروع اللي انا بعمله. وكمان بل الحمد لله رب العالمين من ربنا عليا ان انا كمان اسست فريق وكمان بقى في السعوديه. وكانت من ضمن الحاجات اللي ساعدتني ده ان انا كنت عارفه نفسي ان انا حابه ده، وانا دي قدراتي، وان انا هقدر اعمل ان انا دماغي او ان انا مهاراتي، عندي الابداع، عندي العلم بمجالات الهاند ميد المختلفه. فقدرت مثلا، انا المشروع بتاعي كان بيتكلم عشان تبقوا معايا، يعني كان اسمه علم وتعلم واعرض شغلك. ممكن تعملوا سيرش عنه، ممكن يعني في بعض المقالات تطلع يعني لسه موجودة في الأرشيف. وهو كتب عننا يعني لحد 2022، يعني من 2000 وكام 2014 كان فضل يتكتب عننا لحد 2022 في النشاطات أو الورك شوبس اللي احنا بنعملها. المشروع ده باختصار كان بيتكلم عن ان احنا ازاي ندمج ما بين الفنون الهاند ميد وما بين الحاجات اللي هي المهملة، وان احنا ندمج ما بين إعادة التدوير وما بين الفنون الهاند ميد. واخترعت حتى فن جديد اسمه ارتاش او ارتاتش بالانجلش. وده كان بيدمج ما بين، وكتب عني برضو مقال في اليوم السابع عنه، ان هو كنت بدمج ما بين فنون الفن السيراميك والفن بتاع التشكيل بتاعت الحاجات اللي هي البوليمر مع الحاجات اللي هي المهملة زي الزجاج والبلاستيك، وبنطلع منها تحفة فنية ابليكابل ان هي تتباع. فانا اللي ساعدني في ده ايه؟ ان انا كنت عارفه ان انا مهاراتي ايه، وكنت عارفه الرؤيه بتاعتي، ابتديت انتشر على اساسها، ابتديت اخش المدارس، ابتديت اتكلم مع المديرين، طب احنا عايزين نعمل ورك شوب، ابتديت اعرف مين بالظبط الفئه المستهدفه بتاعتي. اشتغلت كمان مع الجامعات، اشتغلت مع الجمعيات والمؤسسات NGOs. اللي ساعدني في ده ان انا عرفت انا قدراتي ايه، وايه هي اولوياتي، وايه المسج من المشروع ده، ان انا مثلا احافظ على البيئه، وان انا اشجع على العمليات الفن والابداع. وكمان ساعدني في ده
نفسي انا بالظبط، انا بحب ان انا اعمل اثر. فده ساعدني ان انا انتشر، وان انا اكون واثقه في نفسي، وان انا اكون اعرف اتكلم مع الناس، وان انا اقنعهم واوريهم الورك شوبس بتاعتي والفعاليات بتاعتي والمنتجات. وشجعني ان انا ادرب الناس اللي تحت مني، وشجعني كمان ان انا اضم ناس لفريقي في المشروع عشان تعمل الورك شوب دي في السعوديه في الرياض. فكل الكلام ده كله بيساعدني طبعا ان انا لما يجي لي مثلا حد من فريق اعداد برنامج معين يقول لي اشرحي لي فكرتك، اعرف اشرح له فكرتي. فكل ده كله بيكون من حته اعرف نفسك اولا. لما اكون انا عارفه نفسي هعرف افهم نفسي، هعرف افهم اللي قدامي كويس جدا، وهعرف اشتغل واعرف ابني بزنس كويس جدا. وكمان ده بيسمع عننا في حته مهمه جدا جدا في البيرسونال براندنج. لو انا جيت النهارده اشتغل في حته البيرسونال براندنج اللي هو التسويق الشخصي، وانا ما كنتش عارفه بالظبط ايه هي الحاجات بتاعتي المميزه، وايه الحاجات اللي انا بعملها شاطره فيها، مش هعرف اقدم نفسي للجمهور، مش هيعرفوا هم يفهموا انا مميزه في ايه. خلاص؟ طيب، خلينا نسأل نفسنا في الحتة دي، اللي لسه مش عارفة توصل للحتة دي ازاي. هتسألي نفسك 3 أسئلة. أول حاجة هتبصي حواليكي. هبص على اللي حواليا، أنا بشوف معظم الناس ذكية، عندها متعلمة، عندها موهبة، لكن في ناس كثيرة جدا عندهم أفكار شبه بعض، وعندنا مواهب شبه بعض. ممكن أنا وماما بنعرف حاجات، نعمل حاجات كروشيه، أنا وماما بنعرف نعمل حاجات بالجلد الطبيعي، وعندنا ممكن كمان أحلام مشتركة. لكن الميزة الاستثنائية اللي عندي المختلفة هي دي المصدر بتاع، ودي الحاجة اللي هتخليني وتساعدني ان انا اتفوق وانجح، واقدر اوصل بشكل اسرع، بس على شرط ان انا اكون عندي الاصرار والاراده ان انا اوصل بيها لارض الواقع. خدي بالك كويس جدا، كل اللي احنا بنتكلم فيه ده لو انا ما عنديش اراده واصرار ان انا اتابع وان انا اكمل وان انا اؤمن بالخطوات الصغيره هي اللي هتوصلني، مش هعرف اكمل. لو انا متسرعه او عايزه احصل على نتائج سريعه، مش هعرف برضو اوصل. لازم اكون مؤمنة بالبدايات، واكون مؤمنة بالخطوات، واكون مؤمنة بان انا احافظ على طاقتي طول الطريق، ومؤمنة ان انا يكون عندي مرونة، ومؤمنة ان انا يكون عندي نظرتي للامور نفسها ازاي، ان انا اكون ايماني ويقيني بالله عز وجل ان هو شكل مستقبلي ده ربنا هو اللي في ايده، هو اللي بيدبره. ما بروحش كتير برضو يعني في حته ان انا اضغط نفسي في ان لا، طب انا دلوقتي مثلا مش ببيع، طب بكره هعيش ازاي؟ اتخيل بقى نفسي وانا قاعده في سن المعيش وانا مش ما عنديش اي مصدر دخل. لا، حاولي بقدر الامكان لو انا حتى جات لي حاجه زي دي اتخيل اخليها تحفزني. يعني بمعنى ايه؟ يعني انا دلوقتي املك ايه في الواقع؟ رجعي نفسك للواقع. وده بيستخدموه اساتذتنا في علم النفس، بيسموه علاج المعرفي السلوكي من خلال CBT كونسبت او الاستراتيجيات بتاعته، ان هو يقولك ارجعي للواقع، شوفي انت ايه في امكانياتك تعمليه دلوقتي، انت ايه اللي في امكانياتك تعمليه عشان لما تيجي توصلي لسن المعاش يبقى تبقي عايشه طيبه. ايه اللي انت هتندمي عليه؟ ايه هي بالظبط الحاجات اللي انت بتعمليها دلوقتي مش بتساعدك على تحقيق هدفك؟ وعلى فكره ده احنا اتكلمنا فيه في الحلقه الاولى. يعني الحمد لله رب العالمين احنا بنحاول قدر الامكان يبقى سلسله متواصله، كله مترابط ببعضه. الحلقه الاولانيه تسمعيها وتسمعي الحلقه الثانيه، وممكن تسمعي الثانيه ترجعي الاولى برضو، هتساعدك في فهم اللي انا عايزه اوصلك ليه، ان احنا نطور من عقليتنا ازاي. هرجع تاني للنقطه دي. يبقى انا اول حاجه هرجع لطفولتي، مراحل طفولتي الأولانية، هفتكر أنا كنت عايزة أوصل لإيه، وأنا كنت شايفة مستقبلي عامل إزاي. كنت شايفة نفسي قيادية، كنت شايفة نفسي صاحبة مشروع، كنت شايفة نفسي دبلوماسية، كنت شايفة نفسي فنانة ومشهورة، كنت شايفة نفسي إيه بالظبط. اكتبيها في ورقة. الحلم النقي ده أو الأحلام اللي هي البيور دي
بجد هي دي يعني خليكي مؤمنة بيها، وربنا مش بيزرع فيكي حاجة غير لما تكوني انت هتوصلي ان شاء الله ليها. تاني حاجة، هبص حواليا، هشوف الناس اللي حواليا قد ايه عندهم امكانيات وعندهم افكار متشابهه ليا، وعندي مشاريع متشابهه، عندهم مشاريع متشابهه، وربما يكونوا بيفكروا في نفس الاهداف اللي انت عايز توصلي لها، وربما يكونوا عندهم نفس الاحلام اللي انت بتفكري فيها. لكن هفتكر وهرجع للخطوه بتاعه التفرد، ان انا ابص لنفسي، انا شايفه نفسي انا عندي ايه المتفرد والمميز عنهم، وهو ده هيكون السورس بتاعي ان انا اقدر اوصل وانجح بشكل كويس على ارض الواقع. خلاص. طيب، تالت خطوة، هتخيل نفسي بعد سن التقاعد بس بطريقة إيجابية، بعد سن اللي هو المعاش، يعني بين قوسين سن المعاش. هفكر أنا إيه الحاجات اللي أنا بعملها دلوقتي بتساعدني على الوصول لهدفي، للوجهة اللي أنا عايزة أروحها، والحاجات اللي انا ما بعملها، الحاجات اللي هي المشتتات او الافعال او البروسيس او الخطوات او المهام اللي انا بعملها طول اليوم، اللي انا بضيع فيها وقتي مش بتساعدني ان انا اوصل للهدف. ممكن بقى حد يكتب السوشيال ميديا، ممكن حد يكتب ان انا ببقى بضيع وقتي قدام التلفزيون. شوفي انت الحاجات اللي انت بتكتبيها وتحاولي نعمل عليها علامة غلط كده، عشان ابقى بخلي عقلي الباطن يشتغل معايا، وهو لما بيشوف الحاجة قدام عينه بيبقى عارف اكتر وبيفهمها اكتر. ان انت مثلا، انا الحاجات دي هي دي المعوقات بالنسبة لي. التلفزيون مثلا، بقعد على اللابتوب كتير، بلعب جيمز مثلا، طب انا مثلا بضيع وقتي في السكرولينج وفي السوشيال ميديا، وان انا اشوف بلوجرز وانفلونسرز بيضيعوني وبيشتتوني وبيحبطوني عن هدفي. خلاص، انا كل دول هم بالنسبه لي انفولو، هعمل انفولو للانفلونسرز والبلوجرز دول. مثلا التلفزيون، هقلل وقتي للتلفزيون. مثلا انا باكل، وهتخيل بقى ان انا لو انا الدكتور قال لي ان انت لا قدر الله، لا قدر الله، بعيد عنكم يا رب والعمر الطويل ليكم، ان انت هتتوفي بعد 6 شهور، ايه الحاجات اللي انا بالظبط هبقى محتاجه ان انا اعملها دلوقتي، الهدف اللي انا هبقى عايزه ان انا اقوم دلوقتي اقوم اشتغل عليه. اكتبيه في ورقه، هدف او هدفين انت كنتي بتاجليهم على طول، مش بتاجليهم، بيخشوا في دايره التسويف. ايه بالظبط اللي انا محتاجه اعمله؟ هل مثلا ان انا اعمل مشروع ناجح فيامن مستقبلي ويامن مستقبل عيلتي؟ هل مثلا مصدر دخل ثابت يقدر ان هو يعيشني عيشه كريمه؟ هل ايه بالظبط؟ هكتب كل الكلام ده كله في ورقه، علشان ابقى عارفه لو لا قدر الله انا النهارده ناقصتي 6 شهور، انا محتاجه ان انا اقوم اعمل ايه عشان احقق واوصل واخد خطوات عشان اقدر اوصل بشكل اسرع او اقرب من هدفي ده. اكتبيه في ورقة. خلاص. طيب، تعالوا بقى نتكلم في تالت خطوة، ودي مهمة جدا 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 جدا، وهي انك لو يعني ما حلمتيش بالحلم اللي انت عايزة توصلي له، ازاي هتحققيه؟ ازاي مستنية من عقلك يديكي الطاقة والباور والافكار وال... والمجهود ازاي هتخلي دماغك تشتغل على تحقيق او الوصول للحلم ده، وان انت توصلي للاهداف اللي انت عايزاها؟ وهنا اقصد انك تحلمي حلم كبير. يعني الكاتب هنا بتاع فهد الأحمدي هنا يقصد ان احنا لازم نحلم احلام كبيره، لازم ما احلمش احلام صغيره. ليه بقى؟ عشان الحلم الكبير بيوصل لانجازات كبيره، لكن الحلم الصغير بيوصل لإنجازات صغيرة جدا جدا، وكمان بيعمي عينينا عن الفرص اللي ممكن يعني تتوارد قدامنا أو تظهر قدامنا في الطريق. ولما بقول حلم كبير، عارفين كده زي ما بنقول لحد ده بيشطح بأحلامه أو بتشطح بأحلامها، أنا عايزاكي كده، احلمي الأحلام كبيرة، احلمي الحلم ببلاش ومش بفلوس. مفيش يعني بوابة هتعدي منها وتعمل لك تي تي اللي هو انذار، يقولوا اهي الست اللي بتحلم اهي، او الست اللي بتعمل حاجة مش تمام اهي. لا، احلمي الحلم، احنا بنحلم احلام كويسة، احلام كبيرة. عايزاكي تحلمي والحلم يكون كبير مش صغير. وزي ما قلت لك
ان فعلا الاحلام الكبيره بتوصلنا لانجازات كبيره ومحترمه، وبتخلينا عينينا مفتوحه على الفرص اللي بتظهر قدامنا. واخر حته انا عايزه اقولها في الحته دي عشان نشتغل في الخطوه اللي بعدها، هي ان العقلاء اللي بيركزوا في كل حاجه وبيحسبوها وبيحسبوها قوي كده بالمصري يعني، ومتحفظين وبيرفكت وكماليين قوي يعني بلغة علم النفس والسايكولوجي، الناس اللي هم الكماليين دول اكتر ناس بيكونوا هم عاجزين اصلا عن قيادة نفسهم. يعني هتلاقيهم الناس اللي بتفكر بالطريقة دي اللي هم بيرفكت قوي، وانا مش عارفة لازم اركز في كل حاجة تكون بالسنتي، ومش عارفة محسوبة بالورق والقلم وكل حاجة مشددين عليها قوي. هتلاقيهم دول اكتر ناس اصلا ما بيعرفوش يعملوا حاجة كويسة، ما بيعرفوش اصلا ينجزوا مشاريعهم بكفاءة، ما بيعرفوش يسلموا المشاريع بتاعتهم في الوقت المظبوط والحاجات دي كلها. لكن الناس اللي هم بيصلحوا بقى بخيالهم دول، هم دول اللي بيوصلوا، وهم دول الناجحين، وهم دول الناس الحالمين، الناس اللي بيلهمونا اصلا، وهم دول اصحاب المشاريع الناجحة، وهم دول الرياديين اللي هتلاقيهم مشهورين حوالينا. هم دول الناس اللي كانت بتشطح بخيالها وستيل بيشطحوا بخيالهم. فأنا من النهاردة حكمة اليوم: كوني شاطحة في السحاب. خليكي شاطحة بأحلامك. خلاص. طيب رابع نقطة بقى، هي يعني كلمة يعني complicated شوية، بس فعلا فيها الزتونة زي ما بيقولوا. بيقولك الكاتب هنا بيقولك إن النبوءة المحققة بذاتها، يعني ايه؟ يعني النبوءة المحققة بذاتها هي انك لما تسيئي الظن غيرك هيسيء الظن بيكي. باختصار شديد جدا جدا جدا، هي يعني لما انا اتخيل ان مثلا اما اخش بيج بتاعت حد على السوشيال ميديا، واتخيل ان هو اللي مثلا البلوجر اللي بتعمله ده، او الفلوس اللي جات لها دي جات لها من تلاقيها من السرقه، او من حاجات ان هي مثلا ماشيه غلط، او ان هي سرقت، او تلاقي باباها كان حرامي، او مش عارفه تاجر مخدرات. انت لما تيجي تنجحي نفس الناس هتفكر بنفس الطريقه دي عنك. يبقى انا دوري ايه؟ ان انا اسويتش المايند سيت بتاعتي ونظرتي للناس. لما انا هعامل الناس والناس اللي حواليا وابص لهم نظره ايجابيه، هم هيبصوا لي النظره الايجابيه. بمعنى ايه؟ يعني انا لو هتعامل مع مثلا مع براند، والله انا مثلا هنعمل مش عارفه كولابريشن، وهنعمل مش عارفه ايه، طب انت خد مثلا ديبوزيت اهو، وهتبتدي تعملي الكامبين وهتعملي الحمله دي وكذا وكذا وكذا. لو انا اتعاملت من البدايه مش بثقه، هو هيتعامل برضو بنفس اللقلقه ونفس عدم الثقه دي. فانا لما اتعامل بثقه هو هيتعامل معايا ذا سيم بثقه. طب في ناس هيقولوا لي: طب يا بسمه، طب افرضي مثلا ان مثلا خدت لي مثلا يعني بومب قد كده اهو. لا، انا هقول لك انا هتتعاملي بثقه، لكن مش معناها ان انا هكون سايبه الحبل على الغارب. بصوا انا بتكلم معاكم بكل بساطه جدا، بدون اي مصطلحات وبدون اي تعقيد ولا يعني كلام من الفضاء او من القمر. فانا بقول لك يعني انت هتبقي بتعاملي بثقه، لكن لحد ما يكون هو قد الثقة فعلا هديها كاملة، او ان انا برضو لو الشركة او الشخص ده اتعامل بطريقة مختلفة، ساعتها هوقف الثقة دي. خلاص. طيب يبقى اتمنى الحتة دي وصلت. يبقى انا هحسن الظن باللي قدامي، بتعامل بقى في شراكات، بتعامل مع بيزنسز، بتعامل مع ناس بيشتغلوا تحت مني في از تيم وورك، فريق عمل. كل الكلام ده كله هتعامل بطريقه بتفكير ايجابي، هبص للامور بطريقه ايجابيه الى ان يحدث العكس. ساعتها هتوقف عن المعاملة دي. خامس بقى نقطة، ودي بقى يعني عايزاكي تركزي معايا كويس جدا جدا فيها، ومهمة بصراحة. وأنا شخصيا فعلا لما الواحد بيغير طريقة تفكيره فعلا بتفرق. يعني أنا لما كنت بتخيل في يوم من الأيام إن جات لي فترة من حياتي، يعني إن أنا كنت عايزة أقولك يعني كنت بجيب درجات سيئة جدا في ابتدائي وفي إعدادي وكده. لا، في اعدادي كانت اكتر حاجه.
فكان بيتقال لي مثلا كلمه ان هو لا مثلا دي شكلها مش بتاعت مذاكره، دي مثلا لا دي شكلها غبيه دي ولا ايه ومش عارفه ايه. تخيلوا لكم ان تتخيلوا. ف... فالكلام ده انا عايزه اقول لكم اثر فيا بشكل كبير جدا جدا جدا، لدرجه ان هو يعني خلى حصل معايا اخفاقات دراسيه، وان انا قل مستواي الدراسي بشكل كبير جدا كمان لحد قبل الثانويه العامه، عشان كنت بفكر في الكلام اللي انا بسمعه من الناس، وكان بعقلي يعني اكنك ايه ان انت بتسمعي الكلمه، انت مثلا انت مثلا دي فاشله، دي مالهاش في الدراسه، فخلاص اوكي انا فعلا شكلي فعلا دي انا ايه، فعلا هي دي، هم ادرى هم ادرى. لكن لما ابتديت احط النقط كده واعمل ستوب واقول انا هقدر وانا هعمل، انا عارفه قدراتي وانا ذكيه وانا عارفه بالظبط ان انا شاطره في ايه، وانا ابتديت ان انا اعمل حاجات خرافيه، وقفلت مواد في الثانويه العامه ودخلت كليه وبقيت بطلع الاوائل وبقيت اجيب امتيازات. السويتش ده حصل منين؟ لما انا غيرت معتقداتي عن نفسي. لما تغيري معتقداتك عن نفسك بيحصل مخك وعقلك الباطن بيشتغل معاكي في الحته دي. هو ما بيفهم، بصي هو ما عندوش يعني بروسيسور. عقل الباطن ده انت قولي له انا فاشله، هو هيديك كل النتائج ان انت فاشله. انا والله انت هتبتدي مشروع وهتفشلي فيه وهتبقي زي خيبتها ومش عارفه ايه وهتضيع فلوسك، هو هيديكي النتائج دي وهيحصل معاكي كده فعلا. لكن لما تقولي تغيري نفسك، هو ربنا سبحانه وتعالى حتى قال ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. ربنا هل قال، صدق الله العظيم، هل ربنا قال غير الناس اللي حواليكم اللي بيقولوا لكم الكلام الوحش ده او الكلام السلبي او النيجاتيف ده؟ لا، ربنا قال غيروا، احنا مسؤولين عن تغيير نفسنا. يبقى انا لما حتى بفكر في مشروعي، انا بفكر ان انا قويه، ان انا شجاعه، ان انا مبدعه. هتلاقي دماغك جايبالك كل افكار المنتجات وافكار المشاريع وافكار البروسيس، حتى وانت بتمشي في التسويق عن شغلك وانت بتكتبي المحتوى، في كل حاجه هتلاقي نفسك مبدعه. ليه؟ لاني انا صدقت نفسي. عارف زي ما بيقول لك كده، صدق نفسك تتصدق. انت السر والمبدأ هي دي. صدقي نفسك تتصدقي، ولما قرري الكلمة دي عن نفسك كتير جدا، أنا مبدعة، أنا قوية، أنا شجاعة، أنا ذكية، هتلاقي فعلا 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 يا جماعة والله ده مش كلام نظرية الفوسبوك، مش كلام تنمية بشرية، أنا بقول لكم حقيقة. أنا لما فعلا الموضوع ده مشي معايا، قلت لكم المثال، فعلا الموضوع لما غيرت كلامي عن نفسي وطريقة كلامي لنفسي وطريقتي وانا بفكر عن نفسي وشايفة نفسي ازاي في المراية، فعلا كل حاجة اتغيرت. وهختتم البودكاست هنا وربنا قال يعني في كتابه الكريم لستنا مريم، ودي دايما انا بفتكرها في كل لحظة، لما جيت وقفت حتى مشروعي، لما قفلت مشروع وبدأت مشروع تاني، لما استقلت من وظيفتي ورجعت واهتميت برعاية أولادي، وبعدين رجعت تاني لوظيفة تانية، عملت سويتش أكتر من وظيفة. كل ده أنا كنت بفتكر آية واحدة الكريمة بتاعت ستنا مريم واللي في سورة مريم لما ربنا قال لها هزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جليا. يعني احنا فعلا ربنا كان يعني كان بإيده ان هو ينزل، يعني ربنا عنده المقدرة جل وعلا والقوة ان هو ينزل البلح او الرطب ده على ستنا مريم وهي في المخاض، لكن ربنا ما عملش كده. ربنا خلى قال لها اسعي او هزي. هل هي كانت وقتها عندها المقدره والقوه البدنيه؟ لا، بس ربنا كان قاصد ان هو يعلمنا ويعلمها ويعلم البشريه كلها ان احنا علينا السعي. نفس الكلام بتاعت قصه سيدنا ابراهيم برضو، لما قادوا عليه المشركين والكفار ولعوا فيه النار في جسده الشريف، كان ربنا برضو كان قادر ان هو يخمد النار، لكن قال ايه؟ كوني بردا وسلاما على ابراهيم. ربنا
خلى يعني خلى دماغنا ربنا يعني بيدينا حكمة أو حكم أو رسالة، يعني رسائل من القرآن ملهاش مثيل. احنا مأمورين بالسعي وربنا عليه الإجابة والتدبير بتاع الأمر. يعني ما فكرش كتير جدا جدا في المستقبل، أصل أنا عملت ولا ما فيش إجابة. لا، ما فكرش مثلا في إن أنا مش شايفة مثلا سرعة استجابة للدعاء بتاعي. ما فكرش في ان انا مثلا لا، ما انا خبطت مثلا في بيبان كتيرة وما فتحتش وما لقيتش حاجة فاحبط واقعد مكاني. لا، فكري دايما ان الدعاء اللي انت بتدعيه ده لربنا هو بيستجاب، وبيتحضر لك دايما وبيدبر لك جل وعلا الرزق بتاعك وبيكتره لك، وبل بالعكس زي اكنك كده بالظبط كنز ومحطوط تحت منك، وانت اكنك الكنز اللي تحت رجلك ده واللي هو موجود معاكي ومحطوط تحت رجلك وفي مكانك، محتاج اكني ضربة فاس بس صغيرة منك علشان تقدري تكتشفي الكنز ده وتقدري تكتشفي رزقك موجود فين، ويتفتح عليكي فتوح العارفين بإذن الله ان شاء الله. انا يعني اتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا من الحلقة دي، واتمنى بجد بجد ان انتوا كلكم تبتدوا مشروعكم. وعشان كده انا برضو حضرت لكم يعني الناس اللي ما بدأتش المشروع بتاعها او ان وقفت وعايزه ترجع تاني المشروع بتاعها وعايزه تطور في المشروع بتاعها، حضرت لكم برضو دليل مجاني تقدري ان انت تحمليه تحت، احطه في الديسكربشن بوكس. بتمنى ليكم وقت مفيد ويوم يكون يعني مليء بالإنجاز والإنتاجية، وإن انتوا توصلوا لأهدافكم وتوصلوا لكل اللي بتحلموا بيه. ما تنسونيش من صالح الدعاء ومع السلامة.